تعالى بقى نخش على الجزء اللي بعد كده. ماشي، يعني ايه المخطط السهمي؟ المخطط السهمي ده هو مخطط بنعمله او بيطلبوا منك في السؤال بعد ما تكتب المجموعه. احنا السبوره اللي فاتت اللي هي لسه خلصانه دي، لما قلت لك هات س في ص انت جبتها وكتبت له حاجات كتيره، والص س انت كتبتها. فهو ممكن يقول لك هات لي س في ص واعمل لي مخطط سهمي ليها، او اعمل لي ده اسمه المخطط البياني. حلو حلو. الله على خطي والله. فهو ممكن يقول لك يطلب منك اللي انت عملته المره اللي فاتت اللي هو حاصل ضرب ديكارتي، يقول لك مثلوا لي مخطط سهمي ومثلوا لي في مخطط بياني. فاحنا هقول لك هفهمك الاثنين. حلو كده، حلو كده. امسح بقى دي يابا، عشان ايه هنحتاج الحته دي دلوقتي. هقول ماشي. احنا دلوقتي مش احنا كان عندنا السين في الصاد، س في صاد بتساوي كده اهو، واحد واتنين وواحد و لا اسف، واحد وتلاتة وواحد واربعة وواحد وخمسة، اتنين وتلاتة، اتنين واربعة، اتنين وخمسة. هتقولي جبتها منين؟ نرجع للصبار الفاتي يا قلبي، لسه حللها بس افتكرتها كنت عاملها ازاي. طيب دي تعمل ازاي؟ انت هتيجي والله، مين اللي على اليمين ده؟ العمارة دي اللي هي ايه؟ الواحد، صح كده؟ الواحد اهو. هتقوم جاي من عند الواحد ده ومطلع سهم هنا وسهم هنا وسهم هنا، سهم للتلاتة اللي على الشمال. ادي سهم سهم سهم. وهتقوم عامل ايه؟ هتقوم عامل كده اهو، بسيط. تروح عند الاتنين تقوم عامل كده اهو، سهم سهم سهم. تقوم عامل ايه؟ تلات اسهم، هوبا هوبا هوبا. خلص المخطط السهمي، شكرا، خدت الدرجة. بسيطة بسيطة. المخطط البياني والله بتعمل ايه؟ بتيجي هنا تقوم عامل خط زي اللي انا، هو الخط هو بيبقى يعني انت اللي بترسم كل ده اصلا، هو ما بيبقاش مديك حاجه، انا بس ارسمها عشان الوقت. تعمل كده، تعمل كده، وتقوم جاي اعمل خط كده. كل نقطه تقاطع بترسم منها خط اهي، او مش نقطه، كل نقطه عامه بترسم منها خط اهو اهو. حلو كده، حلو. امسح لي بس ده كده، ده يرضى عليك. او لا، انا اسف، انا اتلخبطت، كنت فاكره حاجه تانية. حلو حلو. وتقوم جاي، مش احنا رسمنا اهو في واحد اهو اترسم هنا اهو اهو، تقوم راسم واحد زيه من عند الواحد، واحد زيه. يعني من الاخر كل رقم مرسوم، لو الرقم ده والله كده بتقوم مطلع السهم اللي فوق، لو الرقم ده كده بتقوم مطلع السهم كده بالجنب، اكنك بترسم محاور احداثيات. او جيت عند الواحد، الواحد ده تقوم عامل منه مطلع واحده بالعرض ومطلع واحده بالطول. جيت على الاثنين، العرض اصلا طلع، تقوم مطلع واحده بالطول، والثلاثه تقوم مطلع كده كده كده. بسيط اهو. تاني اهي، هوبا هوبا هوبا. هنا في صفر وواحد، وهنا في واحد واثنين. تقوم جاي عامل خط كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. بس كده، بسيط بسيط ان شاء الله. ماشي. بعد كده بتعمل ايه؟ بتيجي تقوم كاتب، هو سؤال، هي مش دي نقطة تقاطع صح؟ تقوم كاتب هنا واحد. مش تمام، انا بس اتأكد من الارقام. وثلاثة، صح كده؟ وتيجي تكتب هنا واحد واربعة، واحد وخمسة. تيجي هنا اتنين، تلاتة، اتنين واربعة، اتنين وخمسة. لو انت جيت خدت بالك الارقام دي هي الارقام الموجوده هنا. لو جيت خدت بالك هنا في ست اسهم، ده السهم الواحد والثلاثه، ده السهم الواحد والاربعه، ده السهم الواحد والخمسه، ده سهم الاثنين والثلاثه، ده سهم الاثنين والاربعه، ده سهم الاثنين والخمسه. والله الخطين دول احنا بنرسمهم، هم ده, يعني ده الشرع، ده القانون. بس هم عادي ممكن يعني ما لهمش لازمه يعتبر يعني، بس عادي ارسمهم برضه. حلو حلو. طيب يعني ايه س في س؟ بص، مش احنا ينفع نقول 2 في 2 و4 في 4؟ طيب لو انا قلت لك 2 في 2 دي تفرق عن 2 في 2 دي؟ انا دلوقتي شقلبت دول يا عم اهو، دي 2 شرطه ودي 2 نقطه. انا خليت لك 2 نقطه في الاول، فكانت 2 شرطه. هل تفتكر هتختلف؟ مش ده 4 ودي 4؟ حلو، مش هتختلف. يبقى اذا وبكل بساطه س في س هي س في س، مش محتاجه قانون. هترسمها، هتكتبها ازاي؟ 1 في 2 في، مش دي س؟
اضربها في س تاني اللي هي 1 برضه 2 بس. خلاص. الأول مع الأول 1 و1، الأول مع التاني 1 و2، التاني مع الأول 2 و1، التاني مع التاني 2 و2. خلصت. طب لو أنا بدلت دي مكان دي هتبقى هي، وأنا لو شلت ده أحمد وده أحمد، لو شلت أحمد حطيته هنا، شلت أحمد حطيته هنا، هيبقى هي مصطفى هي. يعني ايه المجموعة الخالية؟ دي مجموعة خالية فاضية ما فيهاش حاجة. ممكن تقول لي طب هي اللي فيها صفر خالية؟ لا، اللي فيها صفر ده وكتاب الله صفر ده رقم. صفر هذا رقم، ده أهم رقم يا عم، أنت لو حطيت جنب الواحد صفر بيبقى 10، ده أهم رقم. فدي مجموعة خالية. اشمعنى بقى في دي بالذات س في فاي هي فاي في س؟ اقول لك اشمعنى. لان انت حضرتك دلوقتي لما س في فاي، س في فاي دي اللي هي ايه؟ 1 و2 في مجموعة فاضية. طب ما فاي في س دي اللي هي المجموعة الفاضية في 1 و2. طيب اضربها كده. طب ما 1 مفيش حاجة احطها، انا هكتب كده 1، هكتب ايه هنا؟ هسيبها كده يبقى ما ينفعش. هكتب 2 مش هينفع. طب هاجي اكتب هنا، هسيب اول واحده فاضيه واقوم كاتب هنا 1 برضو مش هينفع. هسيب اي واحده فاضيه واكتب 2 مش هينفع. فالسين في فاي بتدينا فاي، وفاي في سين بتدينا سين. بس دي اظن يعني انا فهمتها لك، مش عاجبك احفظها. سين في فاي هي فاي في سين، اللي في النهايه بيدينا فاي. حلو. حلو زي ايه؟ لما بتيجي تضرب الثلاثه في الصفر بيديك ايه؟ صفر. هي تضرب السين في الفاي بيديك فاي. طيب عندنا حاجه اسمها تانية عدد عناصر المجموعه. ايه عدد عناصر المجموعه دي؟ عدد عناصر المجموعه ن س. يعني هقول لك، هي مش دي عدد عناصرها كام؟ 1 2 3 4 5 6. طب ما تيجي نجيبها من هنا كده، 1 2 3 4 5 6. طب تيجي نجيبها من هنا، سهم 2 3 4 هم 6 بس الشخبطه. حلو كده. يبقى عدد عناصر المجموعه ن س بتعمل ازاي؟ والله ن س بتساوي ن س في ن ص. هتقول لي بقى ايه اللوغاريتمات دي؟ ولا لوغاريتمات ولا حاجه. عندنا مجموعة س بتساوي اهي، س اهي 0 و2 وصاد مثلا بتساوي 4 و3 و5. حلو كده. سيبك يعني لو مش واضحة مش مهم. فانت هتيجي بكل بساطة تعد الصفر. مجموعة السين دي فيها كام عنصر؟ فيها كام رقم؟ فيها 0 و2 يعني كام؟ رقمين، تقوم كاتب له 2. في مجموعة الصاد دي فيها كام رقم؟ 4 و3 و5 يعني 3. يبقى 2 في 3 في 6. يبقى اذا عدد عناصر المجموعه 6. يبقى لما يجي يقول لك هات عدد عناصر المجموعه س في صاد اللي هي دي، بدل بقى ما تروح تقول له صفر مع الأربعة وصفر مع التلاتة وصفر مع الخمسة واتنين مع الأربعة واتنين مع التلاتة واتنين مع الخمسة، تقول له بكل بساطة هي السين دي فيها كام رقم؟ 2. الصاد دي فيها كام رقم؟ 3. 2 في 3 في 6. بس بسيطة. فهمت؟ فهمت. طيب تعال نحل السؤال ده. هو دلوقتي مدينا س بصفر واتنين وصاد ونون لصاد بخمسة. طب انا هحلها ازاي؟ مش انا قلت لك دي بتتفك ازاي؟ نون س في صاد دي بتساوي نون بتاعة السين في نون بتاعة الصاد. نون دي اللي هي عدد نمبر. هي كده. الاعداد مرموز لها برمز النون عادي، مش تفرق لو اترمز لها برمز الكاف او برمز ابراهيم، مش تفرق. المهم دي اللي هي بترمز لعدد العناصر اللي جوه المجموعه. حلو. حلو. يبقى نون س دي، نون للسين دي بكام؟ صفر واثنين. دول ايه؟ رقمين، اكتب اتنين. ونون للصاد، نون للصاد دي هتقول لي ايه ده؟ انا مش معايا الصاد، اروح اجيب الصاد. طب ما هو اصلا مديهاني، هو مديني ان نون دي ترجمه في دماغك عدد عناصر المجموعه صاد بكام؟ بخمسه. انت 5 ب10 اعملها على يا عم. عرفتون؟ ماشي ماشي. يبقى ثاني نون، انت دلوقتي لما بتيجي تضرب س، س دي مجموعه، تيجي تضرب صاد، صاد دي مجموعه، لما تضربهم في بعض دي بيدينا مجموعه جديده اسمها س في صاد. كل على الكل. يبقى س مجموعه، صاد مجموعه، بيدينا مجموعه جديده اسمها مثلا عباس. الى المجموعه اللي اسمها عباس دي اللي هي اسمها برضو س في صاد، دي مجموعه ثالثه. هو هيديك في المساله عدد العناصر بتاع مجموعتين اللي هي النون بتاعت مجموعتين. ممكن يديك النون بتاعت السين ونون بتاعت الصاد ويقول لك هات لي نون السين في الصاد. ممكن يديك نون بتاعت السين ونون بتاعت السين في الصاد ويقول لك هات لي نون الصاد. هتبقى سهل بسيط. هو القانون ده قدامك، نون س في صاد بتساوي نون س في نون صاد. هتيجي نحل دي، هيقول لك والله دي نون الصاد في 4 ونون السين الصاد والصاد ب 8. طب انت هتيجي تقول احنا والله عندنا قانون
مستر علي قايل لنا ان نون س في ص بتساوي نون س في نون ص. حلو كده. طيب تعالى لي بعد اذن حضرتك اكتب لي تحت مكان كل واحده الرقم. هو مدينا نون السين؟ لا هو طالبها. هو مدينا نون الصاد؟ امسح نون الصاد الجميل، او بلاش نمسحها يا عم اكتبها لك تحتيها. بتساوي كام؟ 4. طب هو مدينا نون السين؟ قلنا لا، يبقى نون السين اهي زي ما هي. طب مدينا دي؟ لا. بكام؟ ب8. بس خلاص تقوم انت رايح والله اقسم له على الاربعه هنا، الاربعه دي هتروح مع الاربعه دي وقسم على الاربعه هتدينا 2، يبقى هتديك في الاخر نون السين ب2. بس اخر حاجه نون السين تربيع بتساوي 9. اذا نون السين تربيع. هتقول لي طب انا معايا نون السين تربيع اعمل ايه؟ هو سؤال بس، هي مش نون السين تربيع دي، هي نون السين في نون السين، صح كده؟ ما هي نون س في نون س بنون س تربيع كأنها رقم عادي، س في س بس تربيع، نون س في نون س بنون س تربيع بتساوي 9. طب انا قايل لك تعملها ازاي؟ يبقى اركن دي كده زي ما هي، رجع لي تاني، انا بس كنت بفهمك يا صديقي الصدوق ان نون س تربيع بتساوي 9. هعمل ايه؟ اخد الجذر، فلما اخد الجذر هيديني موجب وسالب جذر 9. هتقول لي ده هيطلع لنا لا 3 لا سالب 3. طب بذمتك في عدد سالب اسمه سالب 3؟ يعني انا معايا عدد 3 برتقانات، ينفع اجي اقول لك اصل انا معايا عدد سالب 3 برتقانات؟ انا معايا عدد صفر يعني صفر ماشي، معاك صفر جميل، بس ينفع اقول لك انا معايا سالب 1؟ مفيش حاجه اسمها كده. يبقى مفيش سالب، يبقى هنا جذر 9 اقول له نون السين بتساوي 3. طب ونون الصاد هقوم واخد بقى على طول، اول لما يديك نون الصاد تربيع تاخد الجذر، شيل الجذر او سيب الجذر كده اهو، تقوم واخد الجذر تكتب ايه؟ جذر 16. جذر 16 بكام؟ على الاله يطلع ب4، يبقى نون الصاد ب4. هيجي يقول لك هات نون الصاد في السين، هتقول لي بس انت القانون بتاعك نون السين في الصاد، انت الراجل طالب نون الصاد في السين، انت مستر كداب. هقول لك لا، نون السين في الصاد هي نون الصاد في السين. ليه؟ لان دي اعداد، دي اعداد مش هو هتفرق في ايه؟ ان السين في الصاد مش هي الصاد في السين، ما قلناش حاجه، لان السين في الصاد هيبقى 1 و3. لو احنا قلنا الصاد في السين هتبقى ب3 و1 دي هتفرق، ولكن هل عددهم اختلف؟ لا ما اختلفش. ليه؟ هات كده النون في الصاد، نون يعني هات لي هنا نون لصاد في نون السين، دي ايه؟ القانون بتاع نون صاد س ونون السين والصاد بتساوي نون س في نون في الصاد، صح كده؟ طب بذمتك في فرق؟ ما هي اهي تقول لي دول متلخبطين، عادي يا عم، هو 2 في 3 مش هي 3 في 2؟ 100 في 1000 هي مش 1000 في 100، هي. يبقى نون للسين في الصاد هي نون الصاد في السين. بس تيجي تقول لي السين في الصاد هي الصاد في السين، يعني بعد الشرح ده كله يبقى حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ، روح اله النت يخلص من عندك. حلو. يبقى خلاص هو عايز نون الصاد في السين، والله معانا نون الصاد بكام؟ 4. نون السين بكام؟ 3. 4 في 3 على الكالكوليتور، 4 في دماغك و3 يطلع ب12 ان شاء الله. بس ده كده الجزء اللي احنا شرحناه ده. طيب احنا المفروض دلوقتي هنخش على الجزء الثاني من الدرس، ولكن انا هشرح الاول حاجه اسمها المجموعات والعمليات عليها، حاجات انت خدتها بس برضه هفكرك بيها في سبوره سريعه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي بسم الله. هو دلوقتي بيقول لك المجموعات. ايه المجموعه دي؟ انا قلت لك قبل كده ان المجموعه هي دي الرمز بتاعها. المجموعه دي هي حاجه شايله مجموعه من الارقام او من الرموز او ايا كان اللي جواها، هي شايله حاجات جواها، الحاجات دي ما بتتكررش. يعني ما ينفعش يكون في مجموعه جواها 1 و1 و2 و3 و2، لا حضرتك دي ملهاش كده لازمه ودي ملهاش كده لازمه، هي بتبقى هي جواها 1 و2 و3. اتفقنا؟ اعتقد كده ايه، اتفقنا بالنسبه دي للمجموعات. حلو، يبقى المجموعه ما ينفعش يكون حاجه متكرره جواها، بيكون فيها ايا كان اللي موجود جواها مش فارقه. طيب يعني ايه تقاطع؟ تقاطع الحاجه المشتركه. والله ايه المشترك بينك وما بين اخوك؟ ان انتوا مثلا طوال زي بعض. ايه المشترك بينك وما بين صاحبك؟ ان انتوا مثلا معاكم فلوس كتير. ده التقاطع. يعني ايه اتحاد؟ الاتحاد دي لما نجمع الحاجات، حاجه من هنا وحاجه من هنا، ندمجهم مع بعض. يعني والله لو جمعت الفلوس اللي معاك ومع اخوك هيبقوا كام؟ انا معايا 3 جنيه وهو معاه 2 جنيه، انا هيبقى معايا 5 جنيه. حلو.
حلو، يبقى ده الاتحاد احنا بنجمع الحاجات مع بعض يبقى في حاجه واحده. التقاطع احنا بناخد بس المشترك. يعني انا معايا مثلا جنيه ومعايا نص ومعايا 5 جنيه، واخويا معاه جنيه ومعاه 10 جنيه، يبقى انا دلوقتي لو قلت تقاطع انا معايا جنيه وهو معاه جنيه يبقى التقاطع ما بيننا الجنيه. طب لو قلت اتحاد يبقى جنيه والنص والخمسه والعشره والجنيه التاني اللي مع اخويا. تمام تمام. الفرق الحاجه اللي عندي ومش عند اخويا. والله انا عندي تليفون ايفون واخويا ما عندوش تليفون ايفون، يبقى انا عندي ايفون وهو ما عندوش ايفون. حلو كده. طب ايه الفرق اخويا عني؟ ان اخويا مثلا معاه تليفون سامسونج وانا مش معايا تليفون سامسونج. بس تعالى نوضح الكلام ده بقى ايه في سور الرياض. هو بيقول لك س تقاطع صاد، ادي س وادي صاد. ايه الحاجات اللي مشتركه في س ومشتركه في صاد؟ والله الواحد مشترك لا، طب الاثنين مشترك لا، طب الثلاثه مشترك اه، طب الاربعه مشترك اه. يبقى انت تقوم قايل له التقاطع هوبا، تعمل له علامه المجموعه وتقول له التقاطع الواحد لا، اثنين لا، تقوم انت كاتب له الثلاثه ليه؟ لانها موجوده هنا موجوده هنا، وتكتب له الاربعه. شكرا، ادي التقاطع. الاتحاد، والله الاتحاد هتقوم قايل له ده وده، هتقوم كاتب له كده واحد واثنين وثلاثة وأربعة اللي هي السين كلها. هتيجي تكتب الصاد هتكتب إيه؟ 3 4 5 6 لا خلاص أنت كتبت الثلاثة مرة وكتبت الأربعة مرة، ما تكتبهاليش تاني. يبقى تكتب الخمسة والستة. أو عادي هتقوم كاتب 3 مثلا وأربعة، هتقوم إيه ده؟ تيجي تراجع تقول 1 2 3 4 5 6 3 4 تاني. لا والله مستر علي قال لي إن ما ينفعش يبقى المجموع فيه رقمين متكررين أو أي حاجتين شبه بعض، يبقى أنا هقف عند الخمسة والستة وهقفلها. حلو حلو. طيب س فرق صاد، دي علامة التقاطع طبعا، دي علامة الاتحاد ودي علامة الفرق. حلو كده حلو. طيب س فرق صاد، س فرق صاد ايه الحاجات اللي موجودة في س مش موجودة في صاد؟ والله هنا في واحد اتنين تلاتة أربعة وهنا في تلاتة أربعة خمسة ستة. طيب هو سؤال، الواحد موجود هنا؟ لا، يبقى خلاص س مميزة بين الواحد عن الصاد. طب الاتنين موجودة؟ لا. طب التلاتة موجودة؟ اه، يبقى ما اكتبهاش. طب الأربعة؟ اه. هتقول لي طب والخمسة والستة؟ لا، الخمسة والستة دول عند الصاد. أنا عايز الحاجات اللي موجودة في السين مش موجودة في الصاد، الحاجات اللي موجودة فيك مش موجودة في أخوك. يبقى الحاجات اللي موجوده في السين مش موجوده في صاد الا واحد واثنين. طب صاد فرق سين، هتقول لي طب ما هي سين فرق صاد هي في صاد فرق سين. لا، هو سؤال، هو الحاجات اللي مع اخوك اللي معاك ومش مع اخوك هي نفس الحاجات اللي مع اخوك ومش معاك؟ انا معايا حاجه، انا معايا عربيه وهو مش معهوش عربيه، هو معاه كاميرا انا مش معايا كاميرا مثلا. يبقى هنا الصاد فرق السين، هشوف هنا الثلاثه موجوده، اه دي موجوده، يبقى انا خلاص ماليش علاقه بيها. الاربعه موجوده، موجوده، يبقى انا برضو ماليش علاقه بيها. طب الخمسه والسته مش موجودين، اذا يبقى س فرق الصاد واحد واثنين، وصاد فرق السين بخمسة ستة. ليه؟ لأن الأرقام دي موجودة في السين ومش موجودة في الصاد، والأرقام دي موجودة في الصاد ومش موجودة في السين. يبقى الخلاصة التقاطع ده هو حاجتين من الآخر. بيقول لك حاجتين اهم، هات لي الحاجات المشتركة ما بينهم. شوية أرقام 3 و5 و7 وشوية أرقام تانية 8 و9 و6 و5 و7. تقوم أنت قايل له إيه المشترك؟ والله 5 و7. الاتحاد جمع لي كله على بعضه، بس الحاجات اللي متكررة ما تكررليش. فرق السين فرق الصاد، الحاجات اللي موجودة في السين مش موجودة في الصاد، الحاجات اللي موجودة في السين مش موجودة في الصاد، الحاجات اللي موجودة في السين مش موجودة في الصاد. طب في صاد فرق سين، الحاجات اللي موجودة في الصاد مش موجودة في السين. أظن الموضوع كده إيه بسيط. يبقى عندنا حاجة صغيرة، حاجة اسمها الجزئية وحاجة اسمها التنتمي أو غير جزئيه او لا تنتمي. حلو كده. طيب ايه علامه الجزئيه وايه الكلام ده كله؟ بص يا صاحبي، ايه الفرق طيب ما بين جزئيه وتنتمي؟ جزئيه دي بتبقى في المجموعات، تنتمي برانا دلوقتي مش مهم، مش هنقولها في الفيديو. الجزئيه دي في المجموعات، هاجي اقول لك والله لو السين بتساوي واحد واثنين وعندي مثلا العين بتساوي واحد واثنين وثلاثة، هاجي اقول لك اذا س جزئيه من عين. ليه؟ لان السين دي كلها على بعضيها جوه عين، فيبقى ايه كده؟ السين جزء من عين. والله انا معايا كيلو قوطه وانت معاك كيلو قوطه وكيلو خيار وكيلو بصل، يبقى انا جزء منك. يعني انا الحاجات اللي معايا جزء من الحاجه اللي معاك، جزء من الحاجه اللي معاك، هي جزئيه جايه من كلمه جزء. يبقى اذا السين جزئيه من العين. طب هتيجي تقول لي هي العين جزئيه من السين؟ براحتك، تعال نشوف. هل العين دي واحد واثنين وثلاثه، هل العين كلها موجوده في السين؟ لا، دي موجود منها واحد واثنين بس، يبقى ايه؟ مش جزئيه. يبقى كده السين جزئيه من العين والعين غير او ليست جزئيه من السين. بس كده، دي المجموعات بكل حبشتكناتها يا صديقي. اظن انت كده فهمتها. ماشي، انت كده فهمت يعني ايه مجموعات. تعال اقول لك بقى نربطها بالدرس بتاع النهارده. انا هاجي اقول لك كل ده كده هو مش س في ص دي يعتبر كأنها مجموعه جديده، اضربها لي في عين. فين عين؟ عين اللي هي دي.
حلو حلو خلاص. س تقاطع ص اضربها لي كده في عين. دي 3 و4 هتضربها لي في عين. اكننا بنقول ايه؟ هنسمي س تقاطع ص دي اي حاجه، هنسميها ب، وهنضربها في عين عادي، ضرب ديكارتي عادي. هتقوم حاطط لي كده الب دي 3 و4. حلو كده. هتضربها في العين اللي هي 2 و5. هتقوم قايل لي والله اهي تدينا مجموعة جديدة 3 و2 و3 و5 و4 و2 و4 و5. بس تعالى، لو انا جيت قلت لك اضرب لي دي في العين، هتقوم عامل ايه؟ هتقوم قايل لي 1 2 3 4 5 6. هتقوم شايل ال3 وال4 دي تكتب لي مكانها 1 2 3 4 5 6، تضربها لي في العين. هتديني دي، هتقوم شايل ال3 وال4 وحاطط ال1 و2، شايل ال3 وال4 وحاطط ال5 و6. بسيط. انت من الاخر بتتعامل ان الحاجات الجديده دي هي مجموعه جديده، سميها اي حاجه. اقول لك حاجه، سميها خالد عادي. اضرب خالد ضرب ديكارتي مع عين وطلعها عادي جدا. بسيط الموضوع ايه؟ بسيط جدا. انت كده رجعت لك على المجموعات وربطتها لك بدرس النهارده. ماشي. بص كده، ده الدرس بتاع النهارده، ده كده ده خلص. الدرس كله ما خلص، في نقطتين كمان هنزلها لك في فيديو ان شاء الله. ليه؟ لان ما تقلش عليك النهارده. النقطتين اللي هم الجايين دول مش بيجوا في الامتحان كتير، ولكن برضه هنشرحهم عشان ما اسيبش حاجه للمراجعات واقول لك خليني في المراجعات. انا ما بحبش اعمل كده، انا بحب اديك كل حاجه، وفي المراجعات ارجع لك برضه على كل حاجه. فده كده الدرس اللي احنا شرحناه النهارده. ان شاء الله هينزل لك فيديو مش هيتخطى التلت ساعه، هيكون شارح لك بقيه الدرس وحلل لك برضه كام مثال. احنا حلينا برضه النهارده اهو كتير عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بس هو كده الدرس ما خلص، هو يعتبر خلص. بس انا هنزل لك مكان جزء الحل، مش هيبقى عندك حل فيديو حل الاسبوع ده. هنزل لك جزء ايه مكانه اللي هو بقيه الدرس بس كده. لو اي حد عنده حاجه، جروب التليجرام عندك، خش ابعت لنا اسالنا وهنعين عليك. ربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم.